فيلم خلي بالك من نفسك هو الفيلم رقم 7 في تاريخ أفلام ياسمين عبد العزيز من ساعة ما بقت بطلة، أو يعني بقت صورتها تتصدر الأفيش. وهو الفيلم رقم 21 في كل أفلام ياسمين عبد العزيز عموما من ساعة ما بدأت السينما. وهو برضه يعتبر أول فيلم بطولة مشتركة لياسمين عبد العزيز، يعني بطل وبطلة قدام بعض من ساعة ما بقت نجمة أو بقت صورتها تتصدر الأفيش. فتعالوا كده النهاردة بما إن الفيلم خلاص قرب ينزل نشوف إيه هي أهم وأنجح الافلام اللي عملتها ياسمين عبد العزيز في السينما. احنا هنبدأ الاول بالافلام اللي هي كانت بطولتها، يعني هي البطلة المطلقة اللي في الفيلم. اول حاجة هتلاقي فيلم الدادا دودي، وده كان سنة 2008، والفيلم ده ساعتها نجح جدا، حتى كانت ليه اغنية ناجحة جدا. ويمكن من ساعتها او كانت بدايتها يعني بيتقال انه ياسمين عبد العزيز كوميديا الاطفال اللي هي بتستهدف، لان هي كانت في الفيلم ده بدادا وفي اطفال اللي هم ولاد صلاح عبد الله، وكان ده نوع الكوميديا اللي اتقال انها بتقدم. بعدين يجي بعدها سنة 2010 قدمت فيلم الثلاثة يشتغلونها. من وجهة نظري ده كان من افضل الافلام لياسمين عبد العزيز، لان غير ان كان فيه كوميديا كبيره جدا، والكوميديا على فكره ما كانتش بس من ياسمين عبد العزيز، يعني كانت فرشه مساحات كتيره جدا لكل الناس، حتى بدريه طلبه وايمان السيد اللي كانت ادوارهم صغيره. بس كمان لان الفيلم ده كان فيه رساله، فكره البنت اللي طالعه من ثانويه عامه كانت الدنيا قافله جدا، فجاه كل الطيارات ممكن تاخدها لانها ملهاش هويه او ما فكرتش كويس. يجي سنه 2012 قدمت ياسمين عبد العزيز فيلم الانسه مامي، وبعدها في 2014 قدمت فيلم جواز اميري، وده كان متاخد بالملي من فيلم اجنبي، مش بس القصه، ده قصه ومشاهد وكل حاجه. ومن وجهه نظري انا الفيلمين دول مش من الافلام المفضله قوي عند ياسمين عبد العزيز. بعدين سنه 2016 ياسمين عبد العزيز قدمت فيلم ابو شنب، وده كان ساعتها برضه حقق نجاح كويس جدا، وكان فيلم مختلف، يعني كانت فكره الست اللي طالعه انها ظابط دي كانت حاجه في الفتره دي ما بتتقدم، وهي خدت الموضوع بشكل كوميدي كويس جدا. بيجي اخر فيلم ليها كان سنه 2018 اللي هو فيلم ابله طمطم. يمكن الفيلم ده ما حققش النجاح، او كان اول فيلم ما يكسرش الدنيا يعني لياسمين عبد العزيز. كمان خليني اقول ان الفيلم ما كانش برضه في قوه افلام ياسمين عبد العزيز اللي هي قدمتها قبل كده، يعني حاجه مثلا زي الثلاثه يشتغلونها. وبعدها توقفت ياسمين 8 سنين، اللي هو بقى شوف من 2018 لحد 2026 اللي هو هينزل فيه فيلم خلي بالك من نفسك، رغم انكم لو لاحظتوا هتلاقوها كانت كل سنتين بتنزل فيلم، بس في 8 سنين ركزت اكتر في التلفزيون. طبعا احنا كده اتكلمنا عن افلام البطولات ياسمين عبد العزيز، تعالوا بقى نخش في الافلام اللي هي شاركت فيها كبطله تانية او يعني تبقى بعد البطل. اول فيلم ليها هو فيلم رشه جريئه سنه 2001، ده كان مع اشرف عبد الباقي، والفيلم ده وقتها كان يعتبر فيلم يعني مش هقول مكسر الدنيا بس كان تمام يعني ناجح، فهي اتشافت كويس جدا. وقبل بقى ما نكمل بقيه الافلام هنركز في اسمين اشتغلت معاهم ياسمين كتير قوي، احمد حلمي ومصطفى قمر. يعني هتلاقي اشتغلت فيلم قلب جريء ده كان سنه 2002 وده كان مع مصطفى قمر، وبعدها سنه 2004 اشتغلت فيلم صايع بحر احمد حلمي، والفيلم ده برضه ساعتها كان من يعتبر يعني من اكتر افلام احمد حلمي اللي عملت ايرادات ونجحت. بعدها عملت فيلم اسمه فرحان ملازم ادم، ده كان سنه 2005، كان بطولتها هي وفتحي عبد الوهاب ولبلبه. ما اعرفش كل الناس شافت الفيلم ده ولا لا، بس هو فيلم ما نجحش قوي، وهو كمان ما كانش كوميديا على قد ما كان دراما، يعني حتى هي كانت بتعمل دراما ومشاهد دراما كتيره جدا اكتر من الكوميديا في الفيلم ده. بعدها سنه 2005 تاني تشتغل مع احمد حلمي فيلم زكي شان، واعتقد ده كان برضه من انجح الافلام، وهي كان دورها حلو قوي، يعني كانت طالعه كده شخصيه البنت الايجيبت. وبعد كده يجي فيلم حاحه وتفاحه، ده كان سنه 2006، هي وطلعت زكريا. وبرضه الفيلم ده رغم انه بشكل شخصي انا في افات كتير جدا بتضحكني، بشكل عام الفيلم ده انا مش من محبيه يعني، بس هو فيلم نجح جدا وفي منه افات وميمز عايشه لحد النهارده. بعد كده سنه 2006 برضه عملت فيلم ضمن دستة اشرار، ده كان مع محمد رجب، وبالمناسبه ده كان اصلا انجح فيلم لمحمد رجب. والفيلم ده بالنسبه لي ودي حاجه غريبه انه بطوله محمد رجب وبعد كده خالد صالح وياسمين عبد العزيز ونيكول سابق، لكن الفيلم فعلا بيضحك. ياسمين عبد العزيز كان ليها مشاهد كتيره جدا بتضحك، اللي هي كانت طالعه طول الوقت غلبانه وفجاه بيحاولوا ينظفوها وهي بقى نفسها تشقط محمد رجب، فكانت عامله ده بشكل حلو جدا. وفي نفس السنه 2006 برضو عملت فيلم الرهينه مع احمد عز، وده برضو كان من افضل الافلام من وجهه نظري ومن افضل الادوار اللي هي عملتها. في 2007 اشتغلت في فيلم كركر، يمكن الفيلم ده بالنسبه لي يعني مش من الاختيارات الموفقه
موفقه لياسمين عبد العزيز، لان ساعتها كان محمد سعد بدا بقى يحلب نفسه في حته الليمبي والشخصيات. نروح بقى لمصطفى قمر. هي عملت مع مصطفى قمر فيلمين، في منهم فيلم مهم جدا او ده كان ناجح جدا، فيلم حريم كريم. وطبعا هو ما كانش بطوله مصطفى قمر وهي بس، يعني ده كان فيه بقى هتلاقي علا غانم، داليا البحيري، ريهام عبد الغفور، يعني كان بطوله مشتركه. لكن الفيلم ده نجح جدا جدا لدرجه ان هم رجعوا تاني عملوا منه يعتبر يعني جزء تاني سنه 2007 اللي هو عصابه الدكتور عمر. هو ما كانش جزء تاني يعني مش قصه كملوها، ولكن تقريبا كانوا نفس الفريق العمل هو. لكن عصابه الدكتور عمر ما نجحش زي حريم كريم، لان حريم كريم ده كان ناجح جدا جدا جدا. حتى عشان كده هتلاقي فكروا الفتره دي عملوا منه جزء تاني اللي هو كان حاجه تقرف يعني. برضو كل اللي احنا ذكرناه ده مش افلام ياسمين عبد العزيز كلها، يعني بقى في حاجات هي كانت بتطلع ادوار صغيره، يمكن انا مش فاكر كل ادوارها غير في فيلم كده زمان خالص كان اسمه جنون الحياه، كان بتاع مدام الهام. برضو ياسمين عبد العزيز كانت طالعه فيه دور مش اكبر حاجه، بس يعني ده من ضمن المشاركات ليها في السينما. لما تبص على تاريخ ياسمين عبد العزيز في السينما، من الحاجات اللطيفه ان هي لما بدات تعمل كل حاجه، يعني بحسها كانت باديه كده زي دنيا سمير غانم، بتقدم كوميديا، بتقدم استعراض، ممكن تعمل اغنيه. وطبعا هي اكيد كانت بتعرف تعمل الاغاني والاستعراضات اللطيفه، لان هي اصلا كانت شغاله في الاعلانات وكان ليها اعلانات كتير جدا ناجحه، وده اساسا سبب شهرتها. وفي نفس الوقت برضو كانت تقدر تعمل دراما، يعني حتى في الافلام الكوميدي كانت بتقدم مشاهد دراميه. التوليفه دي كانت عجباني جدا، وكنت اتمنى ان ياسمين عبد العزيز تكمل فيها. يعني هي جت تحديدا لما دخلت بقى في المسلسلات بدأنا نركز قوي في الدراما، بعدنا عن الكوميديا، بعدنا عن فكرة الاستعراضات. طبعا انا فاهم انه اكيد مع السن مش هقدر اعمل نفس الاستعراضات اللي بعملها وانا عندي 20 سنة، بس فكرة النجمة الشاملة ده انا حاسس ان هي كانت مؤهلة لده جدا، زي ما بقول ان دنيا سمير غانم مؤهلة لده جدا. فكنت اتمنى انها تكمل في ده. وبالمناسبة عشان حتة الاستعراض، ما هي عملت اعلانات زي اعلان بيك شيت، مش استعراض زي استعراضاتها اللي كانت بتعملها مثلا في فيلم رشة جريئة، بس في برضه حركة لطيفة خفة دم. اتمنى ان التوليفه دي تكون موجوده مثلا في فيلم خلي بالك من نفسك، يعني تبقى في عوده للسكه دي بتاعت ياسمين عبد العزيز. وخليني اقول من الحاجات اللي بحبها برضو في ياسمين عبد العزيز ان بحسها سالكه، يعني اغلب الافلام بتاعتها بالذات الحاجات لما هي بقت بطله هتلاقيها بتدي مساحات الكوميديا لناس كتيره جدا. يعني زي انا فاكر فيلم الثلاثه يشتغلونها، انت ناس كتيره جدا في الفيلم بيضحكوا. حتى فيلم ابو شنب هتلاقي فيه مشهد اللي هو ترند اللي هو تعنبريها وتعنطريها، ده كان كلام بدريه طلبه. وحتى في المسلسلات فاصلا كانت عامله مسلسل هربانه منها، كانت مصطفى خاطر واخد مساحه، وكل الناس بصراحه كانوا واخدين مساحات. فدي حاجه من الحاجات اللي بتخليني احس انها شخصيه سالكه، مش زي ممثلات تانية تقصقص من الادوار عشان هي تتبروز. يمكن الحاجة الوحيدة او الانتقاد الوحيد، او يعني مش انتقاد، كانت جملة بتتقال اول بدايات ياسمين عبد العزيز، ان ايه ده انت بتقدمي كوميديا الاطفال، الكوميديا اللي بتستهدف الاطفال. وسبحان الله هتلاقي برضو الجملة دي كانت بتتقال كتير على دنيا سمير غانم. من وجهة نظري دي مش حاجة عيب، يعني يمكن ما تبقاش مناسبة لكل الاعمار، بس مش ضد ان ياسمين عبد العزيز ترجع لها. يعني لو ترجع تعمل فيلم مخصص كده للاطفال، على فكرة دي مش حاجة وحشة. واحمد حلمي نفسه ككوميديان كان بيعمل افلام كده، وكوميديانات كتير في العالم بيعملوا حاجات كده. بالعكس يا ريت يبقى عندنا افلام اصلا الاطفال وكوميديه عشان تشدهم. دلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه. كل بقى الافلام اللي احنا قلناها، ايه اكتر فيلم انت فاكره او بتحبه لياسمين عبد العزيز، سواء بقى كان بطولتها سواء كانت بطوله مشتركه مع حد؟ ايه توقعاتك لفيلم خلي بالك من نفسك؟ تتوقع انها ممكن تعدي التوقعات وترجع تاني لعرش الايرادات هي واحمد السقا، ولا الفيلم ممكن يمر مرور الكرام، ولا هيخيش تخيشه كبيره؟ اكتبوا لنا ارائكم في التعليقات. وطبعا انا هنا بتكلم عن الافلام مش المسلسلات، احنا النهارده ما جبناش خالص سيره المسلسلات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه تلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، في سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. فيعني معاك وقت جهد باقه قاعد بتهوي على اعصابك وما انتش وراك حاجه، خد لك لفه قول لي ايه اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك، اي اقتراح اي فكره ابعتها لنا. لو فيديو النهارده عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش برضه قول لي ايه اللي مش عاجبك نحاول نظبطه. بنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره.